يا ترى ممكن في يوم من الأيام التاريخ يكتب عن شخص وما يقولش عنه ولا كلمة حلوة ولا حتى سطر؟ أنا فيروز فؤاد وده اللي هنتكلم عنه النهاردة. يوم 12 أكتوبر سنة 1875 اتولد شخص كل كتب التاريخ اتفقت إنه كان واحد من أكتر الناس شر في العالم. أطلق عليه أسامي كتير زي الشيطان البشري، رسول الشهوات، ابن إبليس البار وغيرهم كتير، بس إحنا مش هنطول في الألقاب، إحنا هنسرد حكايته وإنت بنفسك هتحكم. الراجل ده اسمه أليستر كراولي، اتولد في مدينة اسمها بيلموث في إنجلترا من عيلة غنية جدا. أبوه اسمه إدوارد كراولي وأمه إيميليا بيرسر. أليستر من صغره ما كانش طبيعي، كان بيعتدي على الأطفال اللي في سنه، كان بيقتل الحيوانات ويقطع جثثهم ويحتفظ بأعضائهم، وأوقات كان بيحرقهم وهم عايشين. كل ده وهو لسه ما كملش 7 سنين. أمه كانت بتترعب منه وكانت مقتنعة إن في شيطان ساكن جواه، وكانت بتاخده الكنيسة طول الوقت عشان تطرد الشيطان ده. وبعد ما كبر ووصل ل 18 سنة مات أبوه وورث فلوس كتير جدا، ومن هنا بدأت الحكاية الكبيرة. بدأ يشرب خمرة، يمارس الجنس بشكل يومي لحد ما جاله مرض جنسي وهو لسه مراهق. صرف فلوسه كلها على كتب السحر والتعاويذ، وسافر بلاد زي أفريقيا والهند والصين عشان يتعلم السحر الأسود. ولما رجع أعلن عن ديانة جديدة وهي ديانة سلمى، بيعبد فيها الشيطان واعتبر نفسه هو النبي بتاع الديانة دي. أليستر سكن في قصر بمنطقة بولسكاين وكان بيعمل فيه الطقوس بتاعته، منها تقديم قرابين شيطانية. ناس قالت إنه كان بيذبح أطفال، وده اللي فعلا ظهر بعد موته لما لقوا جثث أطفال في القصر. الناس في المنطقة كانت بتهرب من القصر، محدش كان بيقرب له بسبب الأصوات المرعبة اللي كانت بتطلع منه بالليل. فقرر كراولي يعمل وطن خاص ليه والأتباعه في جزيرة اسمها كورفو، والجزيرة دي تحولت لجحيم، حفلات شيطانية، طقوس غريبة، موسيقى لتحضير الجن، وناس بتشرب لحد ما تفقد الوعي. كانوا بيقطعوا أطرافهم ويقدموها كقرابين. في الوقت ده الأهالي هناك بدأوا يلاحظوا اختفاء الأطفال، فقرروا يطردوه، لكنه هرب قبل ما يلاقوه. الغريب إن لحد النهاردة القصر اللي كان فيه محدش قدر يسكنه، والناس بتقول إنه مسكون ولسه فيه أصوات بتطلع منه باستمرار. كراولي كان عنده قدرة غريبة، وهي إن كل بلد بيروحها بيقدر يتكلم لغتها بطلاقة كأنه واحد منهم، وزار بلاد كتير قوي، بس مصر كان ليها مكانة خاصة عنده. عاش فيها فترة طويلة، وكان بيقعد في الصحراء لوحده ويزور المعابد بالليل وهو شارب ومعاه كتبه اللي كلها تعاويذ. بيقول في كتبه إنه كان بيتواصل مع آلهة فرعونية، وفي الجزائر قال إنه قعد 10 أيام بيتكلم مع ملك الشياطين. أليستر اتجوز 5 مرات، 4 منهم انتحروا وواحدة اتجننت من اللي شافته، والكتب اللي كتبها دلوقتي بقت دستور لعبدة الشيطان حوالين العالم. وأخيرا سنة 1944 مات كراولي بعد ما جسمه اتدمر من الكحول والمخدرات، والكنيسة رفضت تصلي عليه، فجماعته حرقوا جثته وهم بيصلوا لإبليس. ايه ده؟ تفتكروا دي نهاية القصة وتوتة توتة خلصت الحدوتة؟ اتقل بقى وخليني احكي لك الحكاية اللي بره المنهج. ورا الحياة البوهيمية المنفلتة اللي كان عايشها كراولي كان في ضابط مخابرات صارم انضم للمخابرات البريطانية، المكتب السادس، من أيام ما كان في الجامعة. رحلات كراولي حوالين العالم ما كانتش سياحة ولا علشان نشر الطائفة والدين اللي اخترعهم بنفسه، دي كانت مهام استخباراتية واستكشافية، وده كان ستار لشبكة تجسس ضخمة جدا. كان بيستخدم أعضائها في شغل المخابرات من غير ما يعرفوا إنهم بينفذوا المهام المطلوبة على أكمل وجه. الراجل اللي كانوا بيسموه الساحر أو الجانب المظلم من السحر والتنجيم، وأعظم ساحر في أيام القرن ال17 وهو في الهند وبورما، كان بيقول إنه بيدرس الرهبنة البوذية، لكن في الحقيقة كان بيجمع معلومات عن القوميين الهنود اللي بيقاوموا الاحتلال البريطاني. ولما راح أمريكا كان بيتجسس على المنظمات الألمانية اللي شغالة على أرضهم، وكان هدفه يخلي الرأي العام الأمريكي يرفض دخول أمريكا الحرب ضد ألمانيا. في نفس الوقت كان كراولي بيجمع فلوس للمجهود الحربي البريطاني عن طريق تبرعات أتباعه اللي فاكرين إنهم بيمولوا أعمال سحر وتنجيم، لكن الحقيقة إنهم بيمولوا المخابرات. واشتغل مع ناس كتير من ضباط المخابرات البريطانية زي دينيس ويتلي ورولد دال وماكسويل نايت وإيان فليمنج اللي ابتكر شخصية جيمس بوند أو العميل 007. كراولي استخدم إدمانه للمخدرات والجنس وحتى ميوله المثلية عشان يوقع شخصيات مهمة في المجتمعات اللي المخابرات عايزة تراقبها وتجندها. حفلات الجنس الجماعي اللي كان بينظمها باسم الطائفة ما كانتش غير وسيلة لتقديم الرقيق الأبيض للشخصيات دي، وكل ده كان بيخدم المخابرات البريطانية من
غير ما الناس دي تعرف، وكانوا فاكرين ان الساحر بس عايز شوية معلومات تفيده في خدمة الطائفة ويتجنب بيها اي مشاكل امنية. ريتشارد سبنس بيقول في كتابه ان كراولي كان راجل وطني انجليزي استحمل سمعة وحشة سنين علشان يخبي دوره الحقيقي كعميل سري. والمؤرخ الامريكي نقل عن وثائق مخابرات غربية ان كراولي لما راح المكسيك كان بيستكشف فرص النفط هناك للمخابرات البريطانية، ورحلته للصين كانت جزء من خطة علشان يراقبوا تجارة الافيون في المنطقة. اما بقى سفره لروسيا فكان علشان يتجسس على الثوريين قبل الثورة البلشفية. وكمان أتباعه اتجسسوا على القوميين الأيرلنديين في وقت كانت بريطانيا خايفة من قيام ثورة في أيرلندا. أما المحفل اللي عمله في صقلية الإيطالية واللي سماه دير سلمى فده ما كانش غير مركز مهم جدا لمحاربة الشيوعية في أوروبا. في إطار خطة المخابرات البريطانية اللي كانت عايزة تأسس منظمات باطنية تستخدم فكرة الطائفة والدين كغطاء، كان لأليستر كراولي دور كبير في تمويل بداية جماعات الإسلام السياسي في الهند ومصر اللي كان وقتها تحت الاحتلال البريطاني. بريطانيا كان عندها خطة كاملة لتأسيس الجماعات دي، وكان هدفها الأساسي نشر الفتن وتشجيع الجهل الديني ومنع الناس من إنها تصحى وتفوق من آثار الاحتلال العثماني القديم. المؤرخ البريطاني توبياس شورتون كتب في كتابه أليستر كراولي السيرة الذاتية روحاني ثوري ومستكشف رومانسي وساحر غامض وجاسوس عن تفاصيل اللقاء اللي حصل بين أليستر كراولي وحسن البنا في القاهرة. وبما ان حسن البنا مؤسس تنظيم الإخوان كان دايما محتاج تمويل علشان يكمل مشواره، أليستر كراولي قرر يتولى المهمة دي بنفسه في الثلاثينات. الفلوس اللي كانت جاية من ديانة سلمى ومن حفلات الجنس الجماعي والمخدرات والعلاقات المثلية كلها كانت بتوصل لحسن البنا في ايده عشان يقدر يطلق جماعة الإخوان ويثبت وجودها في عالم التنظيمات السرية وقتها، وده طبعا كان بتكليف مباشر من المخابرات البريطانية. الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية اتكلم عن لقاء سري بالعاصمة المصرية في القاهرة جمع ما بين أليستر كراولي وحسن البنا مؤسس تنظيم الإخوان، وده ذكره من خلال حلقة في أحد البرامج على قناة فضائية، وده كان في سياق عرض تاريخ تأسيس جماعة الإخوان المسلمين. يا ترى بقى كراولي شخص شرير والتاريخ كله اتفق انه كان مصدر شر حقيقي واثره لسه باقي لحد النهارده عند عبدة الشيطان، ولا بطل قومي عند البريطانيين وضابط مخابرات هايل بتجسده شخصية العميل 007، ولا بقى نسميه العميل 3 ستات؟